بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا أحلى متابعين؟ ربنا يا رب ينعم عليكم بالصحة والعافية. النهاردة معانا قصة لبنت مع أبوها طبعا. القصة يعني فيها مش عارفة أوصف شعور الأب لما بنته تبقى الدكتور يقول له ان بنتك حامل وهي مش متجوزة وهي كانت قرة عينه. هيعمل ايه في القصة دي يا ترى؟ والبنت هتدافع عن نفسها وتقول له ايه؟ واخواتها هيعملوا ايه؟ تابعوا معايا لاخر القصة هتعرفوا ايه اللي حصل فيها. وده قصة حقيقية حصلت. انا بجيب لكم قصة حقيقية بسمعها من حد معين، مثلا ناس معينين بيحكوا عن قصصهم، او ناس بيحكوا عن قصص ناس اخرين. فاسمعوا للآخر وقولوا يا رب. بس المهم القصة بتبتدي بقى. أب معاه 4 أولاد، 3 ولاد ومعاه بنت. بس كانت البنت دي أحب إليه منهم هما ال3، وكان بيحبها جدا جدا ويرعاها جدا واهتمامه ليها جدا ورعايته ليها جدا. ف كبرها طبعا، اتعلمت، هو ربهم هم كلهم تربية حلوة جدا، ويعلمهم تعليم حلو وتعليم عالي جدا، حتى اللي فيهم مهندس واللي فيهم محامي واللي فيهم مدرس، والبنت طلعت دكتورة. المهم هي كانت قرة عين أبيها، بالمعنى اللي انتوا عارفين الأب بيحب بنته الوحيدة على الصبيان، أو لو ما عندوش اللي هي. المهم كان البنت عندها احتفال، احتفال ده بتخرجها، وكان مبسوط بيها وجايب لها احسن الهدايا، وكانوا هم مبسوطين يعني مش فقراء. المهم ايه، بعد الاحتفال روحوا ناموا. صبحت البنت عماله تشتكي من بطنها وتصوت وتصوت. ابوها قال لها في ايه؟ قالت له بطني مش قادره، انا هموت من بطني. قال لها طيب ممكن اعمل لك حاجه سخنه، يمكن عندك شويه مغص من القلق بتاع امبارح عشان احنا خرجنا والحفله والكلام ده كله. المهم عامل لها حاجة سخنة وتشرب، مفيش فايدة. يديها مسكنات وعلاج برضه مفيش فايدة. وبتصرخ برضه من بطنها. المهم قال لها طب تعالي بقى لازم اوديكوا للدكتور ونشوف فيه ايه. المهم راحوا للدكتور كشف عليها الكشف المبدئي اللي انتوا عارفينه يعني. المهم خرج الدكتور وقال له ابشر، ابشر يا حاج، ده بنتك الف مبروك حامل والكلام ده كله. قال له حامل؟ حامل ازاي؟ هي مش متجوزة اصلا. قال له هو ده اللي انا شفته. المهم طبعا الاب اتنكد جدا. الاب بقى ايه، عمال يعتب عليها وعمال يلوم فيها، لكن هو كان اب متدين يعني، مش اللي يقتل بنته عشان حامل من السفاح، لا. هو كان واخد الامور بعقلانيه لانه من شده حبه ليها. اخواتها بقى يتشالوا ويتنططوا، لازم نقتلها، لازم نعملها، لازم تقول لنا هو مين، وهي تعيط وتقول لهم انا مش حامل، انا تعبانه، انا والله ما حامل، انا عمر ما حد لمسني. يشالوا ويتحططوا ويقولوا لا لازم نموتك، لازم نعرف هو مين، تجيبه لنا عشان حتى نجوزهولك، عشان الفضيحه والعار. وانت جبت لنا العار قدام اهالينا واهالي زوجاتنا واهالي البلد والكلام ده كله. طبعا انتوا عارفين الكلام ده. البنت يعني تعيط وتصرخ يا ابويا انا مش حامل، انا ما حدش لمسني، واحلف بالله ما حد لمسني. المهم بقى ابوها يعتب عليها جامد ويشخط فيها ويعملها معاملة وحشة جدا جدا جدا. المهم البنت دخلت اوضتها وقعدت تقول يا رب، يا رب يا جابر المكسورين، يا رب انصرني، يا رب يا نصير انصرني. وقعدت تعيط وتبكي وتبكي. المهم بقى نامت بالليل برضو نفس الألم ونفس الصويت ونفس الصراخ. اما بابا دخل عليها قال لها قولي لي هو مين. قالت له استحلفك بالله، وجابت المصحف قالت له يا ابي والله والله وحياة المصحف الكريم ده انا ما حد لمسني ولا حد جه جنبي، ولا انا حامل اصلا، انا دكتورة وعارفة نفسي انا مش حامل. قال لها طيب الصبح ان شاء الله انا هاخدك لدكتور تاني. المهم خدها وراحوا لدكتور تاني. المهم الدكتور كشف قال له لا، قال له الراجل قال له انا رحت بقى للدكتور وقال لي ان هي حامل وهي مش متجوزه. فقام الدكتور قال له لا احنا لازم نعمل اشعه ونعمل تحاليل ونشوف الموضوع ده. هو ما بيتقالش ان هي حامل كده بالعين المجرده يعني. المهم عملوا التحاليل وعملوا الاشعه وكل حاجه. فالمهم طلع الدكتور مكتئب وزعلان. قام قال له في عندها ورم خبيث. الورم ده في أسفل بطنها من تحت، وهو ده اللي مسبب لها الألم واللي هي فيه والتعب اللي هي فيه. هي مش حامل ولا حاجة.
ويلزم لها 6 شهور علشان العلاج. المهم الأب بقى من كسفته قدام بنته قعد يعتذر ليها ويقول لها أنا آسف يا بنتي، أنا معلش، أنا الدكتور هو اللي قال لي كده، وأنا ما أنا آسف على اللي أنا قلته لك. قالت له يا أبي أنت تقول مهما تقول، أنا طبعا بره بيك وأنا عمري ما هزعل منك، ده خوفك عليا هو اللي خلاك تقول لي كده. وبرضه راحوا اخواتها قعدوا يعتذروا لها وقعدوا بقى زعلانين عليها ان هي عندها الورم الخبيث، وفي نفس الوقت زعلانين ان هم اهانوها اهانه كبيره قوي. المهم الدكتور صرف لهم العلاج والكيماوي والحاجات ديت لمده 6 شهور، بعدها تروح له تاني. المهم قعدت هي تاخد العلاج وتدعي وتصلي لربنا وتدعي له بالليل والنهار، وابوها يصلي ويدعي بالشفاء العاجل، ويدعي ان ربنا يسامحه على اللي هو الظن اللي ظنوا فيها. واخواتها برضو بقوا زعلانين عليها ويدعوا لها بالشفاء العاجل. وبقى البيت كله كآبة وحزن، ويعني كل واحد قاعد في اوضته بيصلي وبيدعي ليها. المهم بقى ابوها بقى يبكي ربنا سبحانه وتعالى ويقول له اشفيها لي، وعشان ربنا يشفيها لك لازم الواحد برضو داووا مرضاكم بالصدقه. كان ابوها بيطلع صدقات كتير كده، كتير قوي قوي. وهي كانت برضو بتصوم وبتصلي وبتدعي ربنا وتطلع صدقات برضو وبتاخد العلاج في نفس الوقت. المهم راحت بعد 6 شهور بقى عشان المفروض بيعملوا فحوصات تانية وتحاليل تانية وأشعة تانية يشوفوا مدى تطور المرض وصل لغاية فين. راحت عملت التحاليل والأشعة. الدكتور بقى طلع يضرب كف من جوه بعد ما شاف التحاليل والأشعة بتاعتها، ويقول لهم سبحان الله، حاجة مش مصدقها عقل، سبحان الله، حاجة مهولة. فأبوها بقى يقول له في إيه يعني أنت في حاجة، المرض تطور، بنت هتموت، بنت في ايه؟ قال له يا حاج ده بنتك ما فيهاش اي حاجة، والمرض كأنه سبحان الله اتمسح. الراجل بقى يستغرب ويقول ايه اللي حصل؟ قال له انتوا عملتوا ايه في 6 شهور؟ قولوا لي. هي قالت له احنا ما فيش، كنا بنصلي وبنصوم وبندعي ربنا، وبابا كان بيطلع الصدقات. قال لها وداووا مرضاكم بالصدقة فعلا، يعني الآية ديت عند حقها، ودعواتكم لربنا سبحانه وتعالى ربنا استجاب لدعائكم ومسح المرض من جسمك، كأن شعاع ذر كده جه مسح المرض، وتعافيتي وبقيتي احسن من الاول كمان. المهم الدكتور اصلا كان معجب بيها قوي قوي في الفتره ديت، فطلبها من ايد والدها، قال لوالدها انا عمري ما هلاقي عيله مباركه زي عيلتكم، ولا بنت جميله ومحترمه ومؤدبه ودكتوره كمان زيها، انا اتشرف ان انا اطلب ايدها منك. المهم ابوها وافق، واخواتها رحبوا بالفكره طبعا، واتجوزت الدكتور وعاشت معاه حياه سعيده. وابوها لما عرف ان هي الحمد لله ربنا شفاها، راح رايح ذبح 3 عجول وفرقها على الغلابه، ودعا من ربنا وشكره الحمد لله. ودي يعني قصه بسيطه كده حصلت حقيقي. ويعني ربنا يبارك لهم بقى الدكتور والدكتورة، ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين. وكده أنا خلصت. يا رب تعجبكم القصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله. أحبتي في الله.